يا هلا ومرحبا فيكم. اليوم بسوي معاكم الجريش يكون مغسول ونظيف ومنقع. وعندي هني كمية من البصل مع شوي ثوم. طبختنا بهالصفرية هذه حطيت زيت وهذا البصل مع الثوم والمجلة. بعد ما حمست البصل حطيت معجون الطماط وحطيت مكعبات المرق. إذا تحبون حطوا، ما تحبون لا تحطون. الحين راح احمسهم وانزل الطماط الطري. شوفوا اليريش يحب الطماط الطري كذي ناعم، تقصصونه او تضربونه بالخلاط وتنزلونه بعد الحمس. انا اليوم اليريش راح اسويه على دياي. الحين ننزل الطماط الطري كمية عاهية. حمست الطماط شوي وذبل، على طول ننزل الدياي والحين راح احط عليه البهارات اللي هي فلفل اسود، الكركم، اللوم الصحاري الناعم، شوي كمون مع شوي كزبرة ناعمة. حمسهم. الحين راح اصب ماي الحار وخلي الدياية تطبخ على راحتها. بعد نص ساعة من نزلت الدياي على طول انزل الجريش المنقوع عندنا. في الطريقة الثانية الأسرع اللي نخلي الدياي يطبخ بماي بالمرقة نفسها لين يستوي، وتالي نشيله ونطلع العظام وننزل اليريش عليه. هذه أسرع، فتقدرون تسوون بالطريقتين. هذا شكل اليريش بعد ما ضربناه، شوفوا كذي يصير. وهذا اليريش الشكل النهائي. طبعا لازم نسوي لها الحشو اللي هو نحط شوية مسمنة واللوم الصحاري مع شوية هيل، هذا مع البصل. في ناس يحمسون البصل مع الزيت، أنا ما أحمسه، يكون الحشو الني الأولي القديم. وهذا اليريشة ولازم السمنة تكون هني أبد خرارية كذي، السمن يكون عليها خراري.